أنا محمد من الشوكة أيتباها بدوار إنشادا. أنا شاب في العمر ديالي 30 سنة. في أواخر 2020 قررت نكمل ديني وندير حتى أنا وليدات، وداكشي اللي كان تزوجت بواحد الشابة من الشياضمة واستقرينا بواحد الدويرة على قد الحال، واللي كانت قريبة ليا المكان العمل ديالي واللي هو في المجال ديال الفلاحة. المهم دازت الأيام، في بداية عام 2021 حملت الزوجة ديالي بأول بنية، وفي هاد الفترة تعرفت فيها على القاتل ديال الزوجة ديالي اللي هو جاري، واللي كان براني على المنطقة اللي حنا فيها. جا كيقلب على عمل في الفلاحة وتوسطت ليه عند السيد اللي خدام عنده أنا، وفعلا خدمه. قال لي باللي حتى هو مزوج وعنده وليدات، والكبير في وليداته عنده 11 سنة. طورت العلاقة بيناتنا ودغيا تصاحبنا، وطلب مني انني نقلب لي على سكن باش يجيب العائلة ديالو، لانهم خلاهم في دوار اخر بعيد على هاد الدوار، وقال لي بانه كيتكرفص بزاف في الطريق. وهنا قلت ليه باللي الناس اللي ساكنين حدايا في الدار اللي ملاصقه معايا غادي نرحلو، وملي غتخوى الدار غادي نتوسط ليك عند مول الدار باش يكري لك بنفس الثمن اللي كاري ليا بيه. وداكشي اللي كان، وفيت بالكلمة ديالي وسكن حدايا ولا جاري، وبيني وبينو غير حيط. وهنا العلاقة ديالي بيه زادت طورات اكثر، ووصلت حتى الزوجات ديالنا حتى هما تصاحبوا مع بعضهم، ولاو اي حاجة خاصهم كياخدوها عند بعضياتهم. وفي شهر 11 من سنة 2021 تزادت عندي بنية، وفرحنا مجموعين، ومرات جاري وقفت مع الزوجة ديالي في النفاس وكانت مقابلة ليا حتى داري. المهم دازت الأيام، والقاتل خدام معايا في الفلاحة شي عامين وزيادة. كنا في الصباح كنمشيو الخدمة مع بعضياتنا، وفي العشية كنرجعو مع بعضياتنا، حتى الجلسة في القهوة دائما كنا كنكونو بزوج. حتى لواحد النهار قرر جاري انه يخرج من الخدمة فجأة، وهذا الشيء كان في شهر 5 من سنة 2023. قال لي بلي الخدمة ما بقاتش عاجباه، وباللي باغي يقلب على محسن. وفعلا وليت كنمشي للخدمة بوحدي حتى اليوم الجريمة اللي في اواخر شهر 5 من نفس السنة. كنتفاجئ بجاري كيتصل بيا مع الوحدة ديال النهار، وقال لي باللي خرج من الدار وشاف واحد الراجل مليوح في الارض ومغطي كامل بواحد الباش، وقال لي باللي جاه الفضول وقرب يشوف حتى كيتفاجئ بيد ديال الانسان خارجه من الباش وعامره بالدم، واكد لي باللي هذه جثه ديال الراجل. وقال لي بانه علم المقدم اللي بالدور ديالو علم الدرك الملكي. وبعد ما سمعوا بان القضيه فيها جثه حضروا بسرعه للعين المكان. صراحه تصدمت، خصوصا انه ما عمره وقع بحال هاد الشيء في الدوار ديالنا. طلبت من الجار ديالي يدق لي على الزوجه ديالي باش نطمن عليها وعلى البنيه. قال لي واخا، وقطع التليفون. ودازت واحد 2 دقائق وعاود اتصل بيا وقال لي باللي كيدق ومراتي ما حلاتش عليه الباب. وهنا حسيت بشي حاجه غريبه، انه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، لان مراتي مولفه كتفيق بكري، وحتى كاع الا كانت باقا ناعسه راه نعاسها خفيف، يعني الا دق عليها غادا تسمعو وتخرج تحلي. خاطري تشوش بزاف، وطلبت الاذن من السيد اللي خدام عنده، ومشيت كنجري للدوار. لقيت الحي ديالنا كله مطوق بالدرك الملكي والمختصين بمسرح الجريمه. وهنا تاكدت انه كاينه شي حاجه خطيره. وهنا قرب مني واحد من الدرك الملكي وقال لي اجي تعرف على الضحيه. قربت وانا كنترعد، وخا قال لي جاري بلي جثه ديال الراجل. وهنا كانت الصدمه، ولقيتها الجثه ديال الزوجه ديالي والام ديال الاولاد ديالي. صراحه نهاريت وترفعت، والجيران ديالي كيجروا فيا وكيواسيو فيا وانا مرفوع. وفي هاد الاثناء الشرطه العلميه بداو كيديروا في الخدمه ديالهم، خداو البصمات من الباش اللي كانت مغطيه به الزوجه ديالي الله يرحمها، ودخلوا لدارنا باش يجمعوا الادله الكافيه واي حاجه تقدر تفيدهم في البحث. اول ملاحظه كانت هي ان الدار ما فيها حتى نقطه ديال الدم، والدم كاين فقط قدام الدار
وكيبقى غادي حتى البلاصة اللي لقاوها فيها. هاد الشي كيدل على ان القاتل هجم عليها برا وقتلها برا وهي دافعت على راسها، ولكن القاتل كان اقوى منها. وتاني ملاحظة هي ان الدار كانت مقلوبة سفاها على علاه، وهنا استنتجوا الدرك الملكي بان الجريمة كانت في دافع السرقة. طلبوا مني انني ندخل الدار ونشوف واش شي حاجة ناقصة، وفعلا لقيت ان مشات لي الفلوس، والمبلغ كان هو 15,000 درهم او 1,500,000. في الاول الدرك الملكي ما عرفوش منين يبداو، وفيه من يشكوا لان الدوار ديالنا فيه ناس بسطاء وما عندهمش سوابق عدلية لا في السرقة ولا حتى في القتل. المحققين بداو مع جاري لانه هو اللي بلغ على الجريمة، وبغاو ياخدوا منه ادق التفاصيل، وفعلا كان متعاون معهم وعاود ليهم ادق التفاصيل، وعاود ليهم من فاق الصباح اشنو دار بالضبط وفين مشى. واللي لاحظوا الدرك الملكي انه بقات فيه الزوجة ديالي بزاف وكيهدر عليها بتأثر. الخبر انتشر بسرعة كبيرة، وتقريبا جميع المنابر الإعلامية جات باش يديروا تغطية الأحداث، وكلهم داروا استجواب مع جاري بحكم أنه هو الشاهد الوحيد في هذه القضية. الدرك باش يلقاو شي خيط منين يبداو استعانوا بالكلاب المدربة، وهنا بقاو الكلاب غاديين حتى وقفوا قدام واحد البير اللي ما كانش بعيد بزاف على مسرح الجريمة، وبداو كينبحوا. وهنا عرفوا الدرك الملكي بأنه كاين شي حاجة وسط هذاك البير، وهبطوا غواص اللي بدا كيقلب في البير اللي كان عامر بالماء. ومن بعد مدة وهو كيقلب لقى واحد الصاك في اعماق ديال البير، خرجوه وفتحوه باش يشوفوا شنو كاين في هذاك الصاك. والمفاجأة كيلقاو السلاح اللي من المفترض انه تنفذات به هذه الجريمة، واللي كان سكين من الحجم الكبير او جنوية وباقي عليه اثار الدم واضح. كذلك لقاو جلابة ديال الرجال، ولقاو قفازات وملابس داخلية وبين عليهم انهم كانوا عامرين دم. وصيفطوا الصاك المختبر باش ياخدوا منه عينات ديال الADN، وكيف ما كتعرفوا هادشي كياخد وقت طويل. وهنا المحققين انتبهوا بان المكان اللي كنسكنوا فيه كاين اللور ديالو فيلات وفيهم كاميرات مراقبة، وفعلا فرغوا كاميرات المراقبة اللي مقابلين الكاميرات ديالهم مع البير باش يشوفوا الشخص اللي رمى الصاك في البير. وهنا كانت صدمة كبيرة سواء المحققين وسواء ليا، لانهم لقاو باللي الشخص اللي لاح الصاك هو جاري. جاري هو اللي بلغ على الجريمة، وهو اللي تعاون معاهم وعطاهم ادق التفاصيل، وهو اللي بين على الحزن ديالو على الزوجة ديالي، وقال الدرك الملكي بانها كانت الاخت ديالو. المحققين تصدموا من الجرأة ديالو لانه ما حاولش يهرب، وبقى النهار كامل كيدور غير تما. وصراحة قمة الوقاحة والوحشية هي هذه. مباشرة تحركوا الدرك الملكي للقبض على جاري، ولكن بعد ما وصلوا لدارو لقاو مراته فقط اللي كاينه في الدار، وهو هرب. حاولوا يعرفوا منها فين كاين، ولكن قالت لهم باللي هي ما عارفه عليه والو. وهنا الدرك الملكي كيضطروا انهم يدوها معاه في بلاصتو باش يحقوا معاها، ومع ذلك بقات مشبته بالاقوال ديالها وبانها ما عارفاش فين مشى. الناس الدوار من اللي عرفوا هاد الخبار تصدموا، وحتى المنابر الاعلاميه تصدموا كذلك في الوقاحة ديالو والجرأة ديالو. فكيفاش يقتل السيدة وفي نفس الوقت يعطي تصريحات على الجريمة؟ ناس الدوار جاتهم الخبار بحال الصاعقة، لأنه آخر شخص كان ممكن يشكوا فيه، لأنهم عارفين باللي أنا وياه بحال الخوت. أنا من عرفت هوية القاتل ترفعت وتصدمت كتر ما تصدمت من الموت ديال الزوجة ديالي، وجاني صعيب على عقلي انه يستوعب ان اقرب شخص ليا هو اللي غادي يشتت ليا الشمل ديال العائله ديالي، ويتم ليا البنيه ديالي اللي باقا رضيعه ومحتاجه الام ديالها. المهم بقى مبحوث عليه لمده 10 ايام حتى نهار 8
في شهر 6 2023 الدرك الملكي غادي نلقاو عليه القبض في منطقة شيرة، وبداو معاه التحقيقات وما كانش عنده كيفاش ينكر لان الهروب ديالو كان اكبر دليل على الجريمة. وفي البلاصة بدا كيعاود لهم تفاصيل ديال الجريمة وشنو هما الدوافع ديالو، وكيقول باللي نهار اللي كنت كنهضر انا وياه وقلت ليه باللي انا خازن 1.5 مليون في الدار وانا عوال نزيد نجمع باش نشري شي دار ونتهنى من الكرة. داك النهار طاحت عليه الفكرة ديال انه يسرق ليا الفلوس ويهرب. قال انه مدة وهو كيخطط وبانه جلس من الخدمة مدة قليلة قبل من الجريمة باش يبعد عليه الشكوك. وفي التصريحات ديالو كيقول باللي نهار الجريمة انا درت قفازات في يديا باش ما يلقاوش البصمات، وداكشي علاش كنت مرتاح وانا كندير الحوار مع الصحافة، لانني كنت كنظن انهم عمرهم غادي يتوصلوا ليا لانني ما خليتش البصمات ديالي. وفي ديك النهار هزيت جنوية كبيرة ومشيت نيشة للدار ديال الضحية، حاولت تدافع على راسها ولكن ما قدراتش فهربات كتجري لبرا، ولكن انا كنت اسرع منها، تبعتها وبديت كنضرب فيها بطريقة وحشية فيما جات الضربة لدرجة انها ماتت وانا مازال كنطعن فيها. داكشي علاش الجسم ديالها لقاوه كله طعنات. ومن بعد جبت باش وغطيتها به ودخلت للدار كنقلب على الفلوس حتى لقيتهم، ومن بعد مشيت لداري وبدلت حوايجي وحيدت السكين والحوايج اللي فيهم الدم ودرتهم في صاك ولحتهم في البير، ودرت راسي مصدوم ومفجوع وانني خايف على راسي وعلى ولادي، وقلت لهم بانني بقوة الخوف اللي فيا ما بقيتش قادر نبقى عايش في هاد الدوار وما بقاش هاد الدوار امن بالنسبة لي. وكان كيسحب ليا بانني طمست معالم الجريمة 100% ونسيت ان الروح عزيزة عند الله. دابا توجهت ليا تهم ثقيلة جدا بسبب مبلغ بسيط اللي في اقل من شهر غادي يسالي ليا. انا يلا استوعبت دار بيا الشيطان وغرني ودابا ندمت، وكنتمنى من صاحبي انه يقدر يسمح ليا شي نهار، وهذيك البنية الصغيرة اللي حرمتها من الام ديالها انها شي نهار تقدر تسمح ليا. وجهوا ليا السرقة الموصوفة والقتل العمد واخفاء معالم الجريمة وتضليل العدالة، فالحكم ديالي غالبا غيكون اما المؤبد واما الاعدام مع وقف التنفيذ. يعني انا غناخد الجزاء ديالي. وما نكذبش عليكم ندمت بزاف اللي ضيعت صداقة ديال شخص كان اكثر من الاخ ديالي، وكنتمنى منه انه يقدر يسامحني شي نهار. كانت هذه هي القصة ديالي، وكنصح كل واحد شاف هذا الفيديو انه يستافد منها، وما عمركم تثيقوا حتى في اقرب الناس ليكم، والاهم انكم ما تعاودوش اسرار ديالكم لانه ممكن يستعمل هذاك الاسرار ضدكم والمعلومات اللي كياخدها منكم ويدمر لكم حياتكم كيف ما دمر لي انا جاري حياتي وشتت لي الشمل ديالي وضاعت لي مراتي اللي كانت بنت الناس ودرويشه وما تستاهلش هادشي اللي وقع ليها. كنتمنى تدعوا معاها بالرحمه والمغفره وتدعوا معايا ربي يعطيني الصبر باش نقدر نكبر هاد البنيه اللي محتاجه ليا. واخر كلمه، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.